سويت لحمة بعجين بس على طريقة ماما. اسمعوا قديش مقرمش. تعالوا لكم كيف بنحصل على هاي التوريقة اللي بتجنن بالعجانة، او بنقدر كمان نعجنهم على ايدنا. حطيت كيلو طحين وضفت 7 جرامات من الخميرة، ظرف صغير، ملح وسكر وشوية زيت، يعني تقريبا ملعقتين. بنضيف المي على حسب الحاجة لحتى تتشكل عنا عجينة طرية بهذا الشكل. نتركها ترتاح لمدة 10 دقايق تقريبا. بعدين بنحضر الحشوة. عندي 800 جرام لحمة مدهنة، بصلتين صغار صفيتهم من المي، وملعقة كبيرة من دبس البندورة، حبتين بندورة مصفعين، وفلفل وملح. هاي طريقة ماما، في عالم بتحط لها دبس رمان وطحينة. بالنسبة للعجينة قطعتها على شكل دوائر صغار، وبعدين جبت سمنة وبدأت مدها بهذا الشكل، يعني كل طابة بمدها وبرجع بحط سمنة وبمد اللي فوقها. أنا استخدمت 4 طابات تقريبا. بعدين بلفها على شكل سندويشي بهذا الشكل، وبقطعها قطع صغيرة. شوفوا مبين التوريقة من هلأ. بتركها ترتاح تقريبا نص ساعة على ساعة. بدهن الصينية بسمنة. بعدين بقدر اني شكلها بهذا الشكل، بضغط عليها وبحط عليها الحشوة. الفرن بيكون شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200. اخدت معي 10 دقايق تقريبا.